السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. النهاردة وصفتنا خطيرة وموفرة وكمان جميلة واقتصادية جدا. هعمل معاكم النهاردة الزبيب المصري. بما ان العنب موجود دلوقتي في قلب السوق، نقدر نستخدمه في الوصفة بتاعتنا ونطلع منه احلى زبيب اللي بقى متوفر الفترة اللي فاتت دي في الوقت بتاع رمضان في الاسواق. بيكون كبير وبيكون فيه غامق وشكله كده اهو. هنطلعه مع بعض بطريقه بسيطه وسهله جدا في قلب البيت، وهقولك على كل حاجه بالتفصيل تطلعه معاكي ناجح. اول حاجه لازم تختاري العنب يكون حلو قوي نظيف، ما فيهوش اي حاجه مش حلوه، تمام؟ ولا اي حاجه طريه ولا بقع ولا اي حاجه زي كده، استبعدي الحاجات دي كلها. هحط ميه نظيفه بتغلي على البوتاجاز، وهحط عليها معلقه صغيره من ملح الليمون ومعلقه صغيره من الكربونات او ال هي الكربونات. اول ما تنزليهم هيعملوا الفوران اللي احنا شفناه ده. هبتدي انزل وهتهدى، هبتدي انزل العنب بتاعي. شايفين لونه كان احمر ازاي؟ اول ما تنزليه هيبتدي يفتح شويه. هعد بالظبط 3 دقايق من بعد ما انزل العنب. انا مش هستخدم الكيلو كله، هعمل نصه بس، نصه بس من النوعيه دي اللي هو بيبقى غامق على فاتح، الكبير اللي احنا شفناه ده. وهعمل جزء تاني من البناتي الاصفر، بس لما الاقي عنبه كويسه تستاهل اللي انا اعملها واحفظها هجيبها واعملها معاكم. وهحط 3 معالق او معلقتين 2 كبار بس من الزيت. وهعد بقى 3 او 4 دقايق بالظبط، وهطلع العنب واحطه في مصفى. بصوا لونه اتفتح خالص. مهم جدا المصفى دي، يقعد في المصفى ساعة لحد ما يتصفى خالص او نص ساعة. بعد كده بتفرطيه. طب ليه ما فرطيهوش يا مرمر في الاول؟ علشان خاطر ما يطرش معاكي وهو بيغلي ويبوظ. تمام؟ دي حركة مهمة جدا. بفرطه بعد كده واحطه على مناشف مطبخ، المناديل دي، واسيبه بقى معايا كده هو 4 ايام بالظبط. ده كده اليوم التاني. تمام؟ اليوم التاني انا بوريكم شكل العنب معايا اتغير خالص اهو. اخد لون مختلف عن اللون اللي كان موجود. الرطوبة ابتدت تتسحب منه. ده كده اليوم الثالث. برضو لسه محتاج اليوم الرابع، هتبقى دي اخر حاجة للعنب بتاعي وهيكون استوى معانا. تعالوا بقى اوريكم اليوم الرابع شكل العنب معايا عامل ازاي. زبيب 100 100. في ناس كتير جدا بتشتري الزبيب المصري ده في رمضان وبسعر غالي جدا. احنا عملناه النهارده ب 15 جنيه بس. ليه؟ لانه نص كيلو عنب من العنب ابو 30 جنيه، وانا عملته في قلب البيت بكل بساطه وكل سهوله. دلوقتي بقى اهم حاجه ان احنا نعمل كل الحاجات دي في قلب البيت. لو عجبتكم الوصفه من النوع ده قولوا لي واحنا نعمل وصفه احلى منها المره الجايه. عملنا مع بعض النهارده الزبيب المصري. لو اول مره بتشوفوا الفيديو، انا مرمر، دي قناتي، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.